في الفترة الأخيرة شفنا تراجع واضح في أداء اللاعب محمد أمين عمورة، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ناس تتساءل واش راهو صاري بالضبط مع هذا اللاعب. هل المشكل راهو نفسي ولا ذهني ولا مرتبط بالفريق ولا ممكن أمور أخرى أثرت عليه؟ السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. عمورة مؤخرا لاحظنا تراجع واضح في أدائه، خصوصا من ناحية التهديف، لأنه واش رانا نشوفوا حاليا مش باش كامل لعمورة اللي تعودنا عليه، خاصة في الفترة تاع تصفيات كأس العالم وين كان لاعب حاسم وفعال، وحتى مع ناديه كان يقدم مباريات مليحة، يعني حتى لو كان ما يسجلش ولكن من ذاك يشكل خطورة. أولا لازم نعترفوا أن كأس إفريقيا 2025 كان عندها أثر، وكانت نقطة مهمة بالنسبة لعمورة، لأنه لما دخل هذه البطولة دخلها بطموحات كبيرة، خاصة بعد الأرقام اللي حققها في تصفيات تاع كأس العالم، وين انه قدر يتجاوز لاعب كيما محمد صلاح ويصبح هداف افريقيا. مع كلام الاعلام والتضخيم اللي كان صاري، اللاعب بغى يزيد يثبت نفسه اكثر وفي مستوى كبير وفي بطوله الناس كامل يتابعوها واللي هي افريقيا. لكن واش صرا خلال هذه المنافسه ما كانش كامل في صالحه، سواء من ناحيه الاداء الجماعي او الفردي، وهذا اللي خلق نوع من الضغط الداخلي في اللاعب. والمهاجم تعرفوه لما يفقد الثقه ولو بنسبه صغيره يبدا يفكر اكثر من اللازم، وهنا يصرا التراجع في اداء اللاعب تدريجيا، سواء في اتخاذ القرارات او حتى في انهاء الهجمات. ثانيا لما نشوفوا البيئه داخل فريق كيما فولسبورغ، عمورة كلاعب بروفايل تاعه واضح، يحب يعتمد على السرعه والمساحات وايضا التحولات، يعني يحتاج يكون في فريق يلعب بسرعه، يفتح المساحات ويوصل له الكره في الوقت المناسب. بصح لما الفريق يكون بطيء في البناء او ما يلعبش بالطريقه اللي تخدم تحركاته، فطبيعي جدا اننا نشوفوا عدم ظهوره الجيد. وفي عده مباريات عمورة كان شبه معزول، وهنا قصدي ان المشكله ما راهيش فقط في اللاعب بل في المنظومه ككل. عمورة ما راهش مهاجم تاع صندوق يقعد ينتظر في العرضيات، هو راه مهاجم يبغي يتحرك ويحب يضرب المساحات خلف الدفاع. وعمورة كي ما يقدرش يستغل هذه الميزات اللي فيه، يولي تاثيره محدود على بها في بعض المباريات، لمسه للكرات يكون قليل بزاف، وهذا ما يعنيش انه لاعب ضعيف او سيء، المشكله برك ترجع انه ما راش في وضعيه مناسبه مع فريقه ككل. وهذا اللي خلينا نتكلموا على الجانب الفني. لما نشوفوا عمورة في افضل حالاته لاحظوا السرعه، الحسم والذكاء في التحرك، بصح في الفتره الاخيره بدا يبان عليها التسرع، خاصه في اللمسه الاخيره. المهاجم لما يسجل كل شيء بالنسبه ليه راهو سهل، ولكن لو يضيع نصف فرصه فقط يولي شك في روحه. وهذا الموسم عمورة بالنسبه ليه كل شيء راه مخلط. ما تنسوش ان اللاعب راه ينتظر منه الكثير سواء في ناديه او مع المنتخب الوطني، وهذا يخلق نوعا ما ضغط اضافي، خاصه اذا ما كانش الاداء في المستوى. وراكم تفهموني واش راني قاصد. الجمهور يتبع ويشوف، والمدرب والطاقم ينتظر في الاداء افضل، وهذا كامل يخلي اللاعب يضغط على نفسه، خصوصا مع اقتراب كاس العالم. في النهايه واش راهو صاري مع محمد عمورة هو امر مزيج من عده عوامل، جانب ذهني وتاثره بعد كاس افريقيا، بيئه اللعب في فولسبورغ ما راهيش مساعدته بشكل كامل وهذا راه واضح. بصح الاهم ان هذه المرحله طبيعيه جدا في مسيره اي لاعب. عمورة عنده امكانيات باش يعاود يولي اقوى، خاصه شويه وقت باش يستعيد الثقه تدريجيا، وممكن خطوه جايه تكون مع نادي افضل. واذا صرات راح نشوفوا نفس اللاعب اللي عرفناه، ربما نسخه تكون افضل من محمد امين عمورة.